التسلط على الناس من أعظم دلائل حمق صاحبه، كما هو حال فرعون وأمثاله. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، وقال وإنا فوقهم قاهرون. لكن أصحاب العقول يتعاملون مع خصومهم بالعقل، فيؤجج الطالب المعلم في فصله يذكر طرائق عديدة لقضية كيف أن أصحاب الذكاء يتخلصون. وأنا سأضرب مثلا، وأنا أعلم أن الصالة تعج بالفضلاء جميعا والكرماء، لكن أنا لم أتي هنا لتقول إن صالحا كذا وكذا. نحن أتينا هنا لنتدارس مسألة، فإما أن ندرسها بربانية واضحة أو نتركها. نقول مثال، يقولون في إحدى الدول الغرب كان هناك ضابط يعشق في ثقافتهم الرهان، ويراهن دائما على ما يعرف وما لا يعرف، فأراد المسؤولون عنه أن يؤدبوه، فبعثوه نقل تأديبي إلى آخر، وبعثوا معه بخطابا يقول إن النقيب فلان من خيرة جنودنا، لكنه مغرم بالرهان، ونريد منك، الخطاب لعقيد، أيها العقيد أن تؤدبه. فالعقيد عندما استلم الخطاب ظن بنفسه خيرا، لأنه أحالوا إليه تأديب من يستحق التأديب، وقال له ومجموعة من الحاضرين يشهدون سأؤدبك، سأجعلك تترك الرهان، سأفعل سأفعل سأفعل، هذا كله والنقيب يسمع. لما فرغ من كلامه قال النقيب للعقيد، قال له فرغت؟ قال نعم. قال أنا الآن أراهنك على أن أسفل يدك اليسرى ورم شديد. طبعا كل إنسان يعرف نفسه فيه ورم وليس فيه ورم. فقال العقيد وهو على يقين أنه ليس فيه ورم يريد أن يؤدبه، قال له على كم؟ قال على $1000. فأخرج النقيب 1000 ووضعها على الطاولة، وأخرج العقيد 1000 على الطاولة. ثم إن العقيد فتح قميصه وخلعه والملابس الأخرى، ثم قال للحاضرين باعتبارهم حكام وشهود: هذه يدي اليمنى، هذه يدي اليسرى، ألا ترون شيئا؟ قالوا نعم. فأخذ 2000 وهو يقول للنقيب: يا أحمق. فقال له النقيب: بل الأحمق أنت، أنا راهنت العقيد الذي بعثني إليك على $3000 أن تخلع ملابسك أمام الناس. الآن من هذا يتضح أن هذا وصل لمقصوده بعقله وصل إلى مقصوده ليس بقوته. عندما تشيع ثقافة العقل والرأي والفهم كيف تصل إلى مقصودك، سيتخلى أصحاب السكاكين والمطويات والقوة عن مقصودهم. وهذا من طرائق كيف يقلل العنف في حياة الناس.